تجميد البويضات بقى تمام. يعني يختلف عن تجميد الأجنة؟ بصراحة يختلف عن تجميد الأجنة. خلينا نتكلم يعني إيه تجميد بويضات. والله مصطلح تجميد البويضات ده بدأ يظهر مؤخرا، بدأنا نسمعه كتير قوي الفترة الأخيرة، برغم ان تجميد البويضات بالمناسبة التاريخ اللي حضرتك ذكرته من 1986 كانت أول بويضة تم تجميدها في التاريخ ونجحت ان هي تجيب طفل حي بعد كده. لحد ما فضلوا يشتغلوا بالطرق التجميد لحد ما جمدوا بالطرق الحديثة تاني سنة 1999. وبالتالي موضوع تجميد البويضات هو موجود من زمان وفي العالم كله، ولكن تم استخدامه مؤخرا وحديثا على نطاق واسع جدا. تجميد البويضات ببساطة ان انا بنشط السيدة لعمل سحب بويضات، وباخد هذه البويضات وبشيلها بدون اخصاب بدون حقن مجهري. انا باخد هذه البويضات مهما كان العدد اللي انا هخرجه هنتكلم فيه دلوقتي، واشيل هذه البويضات لاغراض معينة. بقى ايه هي الاغراض المعينة اللي هنتكلم فيها؟ السيدات مثلا اللي هيخضعوا لعلاج كيميائي، هذا العلاج من المتوقع ان هو يصيب المبيض بضمور او فشل مبكر في المبيض، وبالتالي هؤلاء السيدات معرضنا لفكرة العقم او فكرة يعني فكرة العقم او فكرة الفشل المبكر للمبيض. تجميد البويضات في هذه المرحلة بيقي هؤلاء السيدات من هذه المشكلة. الآنسات اللي تقدم سن الزواج بيهم وعايزين يحفظوا البويضات بتاعتهم، هؤلاء السيدات بقوا دلوقتي بقينا في ترند دلوقتي اللي هو فكرة تجميد بويضات لآنسات تقدم بيهم سن الزواج، لا يعني وصلت لسن معين ولسه ما تزوجتش وخايفة ان هي لو استنت اكتر من كده يا اما يقل مخزون المبيض بتاعها يا اما كفاءة البويضات بتاعتها تقل، وبالتالي فرصها في الحمل سواء كان حمل طبيعي تقل او كان حقن مجهري بعد كده برضو بتقل. وغيره من الحالات المرضية الكتيرة اللي بنشوفها. واحدة ست مثلا قررنا ان احنا نشيل لها الرحم والمبايض لاسباب معينة، او قررنا ان احنا نشيل المبايض لاسباب معينة لها علاقة بالاورام والسرطانات وغيره. كل هذه الانديكيشنز هي الاسباب اللي بتدفعنا ان احنا نعمل تجميد بويضات في سن معين. وده عشان في بعض البنات بتبقى بتدرس، بتبقى مسافره، بيبقى مفيش المناسب ليها، لسه ما عثرتش على الزوج اللي تتقبله، ساعات يقبلوا جوازات يعني مش مناسبه ليهم، حد ما مش محباه، مظبوط، بس لان هو وتحت ضغط السن، مظبوط لا انت سنك اتقدم، لا سنك كبر، مش عارف ايه. دلوقتي لا، التجميد يخليها زي ما بيقولوا ما تبقاش تحت الاسترس، تحت الضغط ده. كيف